10 قروش لسنة 1967 و10 قروش 1976 اللي مطلوب، والأسعار الحقيقية بالظبط بالنسبة للعملتين دول. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني. معانا 10 قروش النسر لسنة 1967، ودي اللي موجودة مع كل الناس اهي. وهنعرف تاريخ الخطأ السك والمطلوب بالنسبة لعملة النسر. العملة اللي بتكون مطلوبة وهي تاريخ 1976، اللي هو التاريخ ده اللي بيكون مطلوب. دي مش مطلوبة خالص. طيب حد هيقول لي التاريخ اللي هو 1967 ده تاريخ قديم عن تاريخ 1976. اقول لك العملات ما فيهاش حاجة اسمها تاريخ قديم او تاريخ جديد. في حاجة انت لو اشتغلت عليها ولعبت عليها صح بالنسبة للعملات كده انت هتعرف تشتغل على عملات صح. طيب ايه هي؟ انك تشتغل على تواريخ الخطأ السك. يعني ايه تاريخ خطأ سك؟ اللي احنا بنتكلم فيه في الفيديو النهاردة ده كله يعتبر عن تاريخ خطأ السك. يعني تاريخ 1976 النسر ده تاريخ خطأ سك، بيكون اصدر منه كمية قليلة جدا. لكن تاريخ 1967 ده أصدر منه كمية كبيرة جدا، ودي اللي متوفرة في كل الأسواق مع كل الناس. التاريخ اللي هو 1967. لكن تاريخ 1976 ده اللي بيكون نادر جدا، وأهم حاجة يكون النسر، ما تكونش العملات اللي هي التذكارية، لأن في التاريخ ده عملات تذكارية. طيب الأسعار بتتراوح من كام؟ هي هتبدأ معاك، بس أهم حاجة تكون النسر لسنة 1976 بتبدأ معاك تدريجيا حسب الحالة. تبدأ يعني مثلا من 2000 تطلع تتراوح معاك لحد 30,000 جنيه مصري، وتوصل كمان حسب الحالة اللي معاك. يعني في ناس بتكون معاها الحالات أنصر اللي هي بحالة البنك، دي هتوصل معاك لسعر كويس جدا، وهقول لك على طرق البيع. بس أهم حاجة العملة تكون لسنة 1976 وتكون النسر. طيب طرق البيع هبيع ازاي؟ عندك طريقتين تقدر تبيع من خلالهم اي عملات معاك. ايه هما الطريقتين؟ اول طريقة وهي تطبيق اوليكس. تطبيق اوليكس تقدر تبيع من خلاله اي عملات معاك. هتصور العملات اللي معاك وش وظهر وتبدأ تعمل اعلان الخاص بيك وتسيب رقم للتواصل، واهم حاجة تحدد السعر. تحديد السعر عامل اساسي لبيع العملات اللي معاك. طيب الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. تدخل تنضم للجروبات دي وتبدأ تصور العملات اللي معاك برضو وش وظهر وتعمل الإعلان الخاص بيك وتحدد برضو السعر. طيب بالنسبة للعملات النوادر هنبيعها ازاي؟ عملات النوادر في الحالة دي تبدأ انك تعمل مزاد خاص بيك، مزاد علني على جروبات الفيسبوك. هتبدأ برضو تصور عملات وش وظهر وتحدد المزاد بتاعك، حابب تبدأ المزاد بكام وتخلي الرفعة هتكون بكام. يعني لو العملة مثلا سعرها بيكون 30، خلي انت المزاد يبدأ معاك تبدأ المزاد ب10,000 جنيه، وخلي الرفعة مثلا ب200 300 حسب ديت بقى براحتك. وتخلي المزاد يكون متاح لمدة 48 ساعة عشان يكون في وقت كافي ان المزاد بتاعك يلف الجروب كله واكبر عدد يشوفه.
وزي ما قلنا العملة اللي بتكون مطلوبة بالنسبة للعملات اللي هي النسر، وهي تاريخ 1976، لكن 1967 مش مطلوبة نهائي. هي نسر برضو بس مش مطلوبة، اللي هي 1967 مش مطلوبة. اللي مطلوبة تاريخ 1900 اهي 1976. التاريخ ده اللي بيكون مطلوب، واهم حاجة تكون النسر. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.